تخيل كده يا صديقي، مش كل المعارك بتتكسب بالسيف بس، بل في معارك بتتكسب بالصبر والذكاء. القسطنطينية كانت من أقوى مدن العالم وقتها، أسوارها ضخمة جدا ومحدش أصلا قدر يفتحها لمدة قرون طويلة. بس كل القواعد دي اتكسرت لحد ما ظهر شاب عنده 21 سنة بس، وهو اسمه محمد الفاتح. محمد الفاتح كان عنده حلم واحد بس، وهو فتح القسطنطينية مهما حصل ومهما يحصل. بس في سنة 1453 جمع جيش ضخم جدا ووقف قدام مدينة القسطنطينية، واستخدم مدافع عملاقة لأول مرة بشكل مرعب في التاريخ. لكن كان في مشكلة حصلت، كان في سلسلة حديدية ضخمة قافلة مدخل الميناء، ومفيش سفينة تقدر تدخل. هنا بقى العبقرية اشتغلت من محمد الفاتح. أمر الجنود يعملوا حاجة مستحيلة، نقل السفن على البر، وفعلا حطوا أخشاب وزيت وسحبوا السفن من البحر ومرروها فوق الجبل ونزلوها تاني جوه الميناء. البيزنطيين اتصدموا، المعركة اتقلبت تماما، وبعد قتال شديد استمر وقت طويل جدا سقطت المدينة أخيرا بعد حوالي 800 سنة من الاحتلال، وفي رواية تانية حوالي 1000 سنة.